بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من كعب بن الأشرف إلى الملحد الآشوري الذي قد قتل في السويد، فإن الأمر كما يقال قد اجتمع أهل النفاق والإلحاد ورموا الإسلام بقوس واحدة كعادتهم، يتكلمون عن الاغتيالات من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأفاق الملحد المرتد الذي قد آذى الله ورسوله بكلامه وسبه للإسلام والمسلمين واستفزازه لملايين المسلمين بإهانة أقدس كتاب عندهم. وخرج المنافقون يتكلمون عن اغتيال كعب بن الأشرف، وأخذوا يبررون الكعب بن الأشرف كيف وأنه قد اغتيل، وأن هذا الرجل وثق بأخيه محمد بن مسلمة وبأبي نائلة أخوه من الرضاع، حين قالت له زوجته: ما أتاك يعني هؤلاء القوم إلا وفي نفوسهم شيء أو بنحو ذلك، فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة وأخي من الرضاع. وهذا الرجل حين يتحدث هؤلاء بأنه قد اغتيل وكان الأولى أن يجابه وأن يعني يكون السيف بالسيف ولا يؤخذ غدرا، فإن هذا الخسيس الذي قد آذى الله ورسوله وقد حرض وحالف أهل قريش على المسلمين، وأراد أن يغدر بهم، وأراد أن يستأصل شأوتهم ويضعف قوتهم ويمكر بهم. منها هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ممن يفك الإسلام من شره، فقال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وهذا سيد قومه وقد تحصن بحصن حصين لا يمكن أن يوصل إليه إلا بحيلة حتى يتخلص من شره. ولهذا يقول ابن حجر: كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويحرض قريشا عليهم، وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا، أي أنه أظهر العلانية بالعداوة. وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني الشارح الصحيح يقول: من أسباب قتل كعب بن الأشرف وهو أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود
أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، فإذا حضر فتكوا به، ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه، فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه، فقام فستره جبريل بجناحه فخرج. فلما فقدوه تفرقوا، فقال حينئذ: من ينتدب لقتل كعب؟ فإذا قضية أن هذا الرجل اغتيل وأنه مسكين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعني لا يستطيع أن يجابه الحجة بالحجة، وأن المسلمين قد اعتادوا على أنهم كل من يخالفهم يقتلوه ويعني يمكروا به، فهذه كذبة من كذباتهم، فإنهم أهل شر وأهل ضرر وأهل مكر وخديعة وكذب وتلفيق وحيلة، وهكذا كانوا ولا يزالون يكذبون على الإسلام والمسلمين أنهم هم حمامة السلام، وأن الإسلام ليس له يعني إلا الدم وسفك الدماء، وهم أهل ذلك، وهم أصحاب هذه الجرائم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. لو تقارن ما بين من قتل على يد المسلمين وبسبب اعتداءاتهم وبسبب مكرهم وخديعتهم في حروبهم الصليبية إلى يومنا هذا، لوجدتم العجب العجاب. كذلك هم يدعون عن اغتيال الشاعرة عصماء بنت مروان، وهم لا أدري لا يعلمون أن هذه القصة موضوعة مكذوبة، أم أنهم يأخذون أي شيء ثم يضعونه على الإسلام. فهذه القصة قصة عصماء بنت مروان التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه والخطيب، يقولون: هجت امرأة من بني خطمة النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء لها، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه ذلك وقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. وكانت تمارة تبيع التمر. قال: فأتاه فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم. فأردته تمرا، فقال: أردت أجود من هذا. قال: فدخلت لتريه. قال: فدخل خلفها ونظر يمينا وشمالا فلم ير إلا خوانا، فعلى به رأسها حتى دمغها به. قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد كفيتكها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينتطح فيها عنزان. يقول أهل العلم: هذا إسناد باطل وخبر موضوع. رواية محمد بن حجاج قال البخاري: منكر الحديث. وإذا قال البخاري منكر الحديث فاضرب عليه ولا تلتفت، فكيف وقد قال ابن معين: كذاب خبيث، وقال الدارقطني: كذاب، وقال مرة ليس بثقة، انظر ميزان الاعتدال. وقال ابن عدي: محمد بن الحجاج وضع حديث المرأة التي كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من الموضوعات لابن الجوزي. فإذا الحديث موضوع، وقد ضعفه الكثير 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 من العلماء، ولكن أهل النفاق وأهل البدع وأهل الضلالة يبحثون على كل شيء يدين دين الإسلام فيأخذونه دون زمام ولا خطام، ويقذفون الإسلام والمسلمين به. كما أنها قد ذكرت هذه القصة عند الواقدي في المغازي وغيره
وقال أهل العلم: وهذا إسناد تالف. الواقدي وهو محمد بن عمرو بن واقد قال الإمام أحمد: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيضا: والنسائي يضع الحديث. وهكذا وهكذا يتكلمون كثيرا، وهكذا تكلم أهل العلم عن هذه الرواية المزعومة المكذوبة. وأيضا يتكلمون هؤلاء أهل الإلحاد والنفاق وبعض من أقباط مصر من الذين قد سلطوا سهامهم على المسلمين، تكلموا عن قتل أم قرفة. وهذه القصة يعني بها قصة قتل أم قرفة أيضا مكذوبة، وهي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر، وقد اشتهرت قصتها عند أعداء الإسلام كما يقول أهل العلم، وأصبحوا يطعنون بها في الإسلام ويتهمونه بالعنف والقسوة. يقول أهل العلم: وأسانيد هذه القصة كلها ضعيفة لا تصح، وما ذكر من التمثيل بها وشقها نصفين ففيه نكارة ظاهرة، فلا يجوز نشر هذه القصة إلا من باب التحذير منها. الشاهد من الأمر: ذكر الطبري في تاريخ الرسل والملوك بإسناده عن ابن حميد عن سلمة قال: حدثني ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى وادي القرى، فلقي به بني فزارة، فأصيب به أناس من أصحابه، وارتث زيد من بين القتلى وأصيب فيها، إلى أن قال: وقتل قيس ابن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة ابن مالك ابن بدر، وأسر أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر، وكانت عند مالك بن حذيفة ابن بدر عجوزا كبيرة وبنتا لها، وعبد الله بن مسعدة، فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة، فقتلها قتلا عنيفا، ربط برجليها حبلين ثم ربطهما إلى بعيرين حتى شقها. هكذا الرواية التي ذكرها الطبري، ونحن نعرف أن الطبري أسند رواياته، ومن أسند لك فقد حملك، يعني تبحث أنت بالإسناد، وليس معنى أن كل رواية قد أسندت أنها صحيحة. وإنه قد بين في أول تاريخه أنه قد روى بالإسناد، وأنت تبحث في الإسناد، لأننا أمة الإسناد نبحث في الصحيح والضعيف والثقة وهكذا. يقول أهل العلم: والحديث لا يصح من جهة الإسناد، وهو منكر من جهة المتن، فأما إسناده فمنقطع ورواته ضعفاء، فهو من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو من طبقة صغار التابعين، لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية منقطعة لم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك واسطة ساقطة غير موجودة. كما يقول أهل العلم أن في الإسناد محمد بن إسحاق، ومعلوم أن محمد بن إسحاق مدلس، له من الروايات والتدليس كثير، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر. واختلف أهل العلم في الاحتجاج به، فإذا كان هذا الرجل بن إسحاق مدلس، ورواية عبد الله بن أبي بكر لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مدلس، وهذا تابعي صغير لم يدرك الزمن، فكيف نصحح هذه الرواية؟ وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، رواه البخاري، فكيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم
يرضى بشق هذه المرأة نصفين، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء. ويقول أهل العلم أن الصحيح ما جاء في السنن الكبرى البيهقي وسنن الدارقطني أن من قتلها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها كفرت بعد إسلامها ولم تتب، فإذا قتلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الردة ممن ارتدوا، وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكروا رواية عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم تتب فقتلها. إذن أنها قد اغتيلت وأنها وأخذوا ينفخون في هذه القصص الضعيفة الموضوعة المضطربة التي لا تصح، حتى يشوهوا الإسلام وينوحوا ويصيحوا ويرفعوا عقيرتهم، حتى وأنه لم تثبت إلى الآن من الذي قتل هذا الملحد المنافق الكذاب الأفاك الهالك. ونحن نعلم أن ما يرويه الغرب عن المسلمين في ديارهم لا نثق به، حتى لو وضعوا صورهم، وحتى لو سجنوهم، وحتى لو قتلوهم وأظهروا أنهم مدانين بذلك، فإننا لا نثق بهذه الروايات ولا نعترف بأقوالهم، ولا نتهم أي مسلم في بلاد الكفر وفي بلاد الصليب بما يقولونه، ولا نعترف بذلك ولا كرامة، فإنهم أهل حيل وأهل كيد ومكيدة ومكر وخديعة، وأحيانا يأتون بمسلم قد حكموا عليه حكم الإعدام فيحرضونه مثلا بقتل فلان الذي فعل كذا وفعل كذا، وأنت قد يعني انتهى أمرك وأنك ستعدم، فيذهب ويقتل فلان حتى ماذا؟ حتى يقولوا أن المسلمين فعلوا ذلك، وهو بتحريضهم. وكذلك يفعلون ويفعلون أشد من ذلك، بأنهم يأتون بمن يدعي الإسلام ويقوم بفعل أشياء يرون أنها تشوه الإسلام وتخيف الشعوب هناك، حتى يشوه الإسلام بعد أن رأوا المد العظيم بدخول كثير من الشباب والشابات هناك للإسلام، وخصوصا في هذه الفترات القريبة ولله الحمد والمنة، بسبب صمود أهل فلسطين وأهل سوريا وضربهم أروع الأمثلة وأشرفها بمكايدة ومكابدة العدو. فنظروا إلى ذلك وقالوا: ما الذي قد حمل هؤلاء على الصبر؟ فلما نقبوا وفتشوا فوجدوا أن ذلك هو بسبب الإسلام والإيمان الذي قد خالط بشاشته القلوب، ولله الحمد والمنة. ولهذا تجد أهل الإلحاد وأهل النفاق والماسونية والصليبية والصهيونية يقومون بقومة رجل واحد على الإسلام والمسلمين، يحضرون له المكائد ويبحثون عما يشوه الإسلام والمسلمين، فيقولون هذا الرجل له حرية الرأي وهي مكفولة له، وأنه يعني قارع الحجة بالحجة، وأنه لم يفعل أي شيء غير أنه حرق كتاب وأوراق، وهكذا يستهينون بمشاعر المسلمين وبشعائرهم وبكتبهم المقدسة وبرسولهم المبجل صلى الله عليه وآله وسلم، يستهينون بذلك ويستفزون المسلمين. وبالمقابل لا ترى أي كتاب يحرق غير كتاب القرآن الكريم،
ولا تجد ما يسب غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن ادعوا التطور في الحياة والدنيا ولكنهم عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه هم غافلون. اللهم لا تجعلنا من القوم الغافلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.